ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد من قناة ملك النقلة. الفيديو ده كنت بلعب ضد واحد من كولومبيا بتقييم 1707. كانت مباراة بليدز. فيلا نشوف التقييم بتاعها. بس قبل ما نشوف التقييم متنسوش تعملوا لايك وشير، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا اي فيديو جديد. المباراة دي لعبتها بدكة 91.3 من 10، ولعبتها بتصنيف 2300. يلا نشوف المراجعة. أول نقلة بدأت بيها وهي E4، رد عليا ب E5، لعبت نايت F3، لعب لي نايت C6، لعبت D4 افتتاح السكوتش. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات اللي فيه تفريعات ليها كتير، وإن شاء الله أنا بنزل كورس على افتتاح السكوتش عندنا هنا في القناة. راح بعد كده لاعب بيدق في بيدق، رحت انا اكلت بالحصان ولعب لي دي 6 بوك. برضو رحت انا لاعب بيشوب B5، رابط الحصان، فهو لازم يلعب بيشوب D7 يفك الرابطة من الحصان. رحت انا بيت بفكرة لو هو عادي اكل في حصان في حصان فانا هاكل الفيل الاول بكش. يعني مثلا لو هو اكل هنا حصان في حصان فانا هاكل فيل بكش، ياكل بالوزير، بعد كده اخد النايت تاني. فهنا هو لاعب بيشوب E7. بيشوب E7 عايز يكمل انتشار الشمبكاي بيت قصير. رحت انا لاعب نايت C3. نايت C3 طبعا برضو نفس حكايته، ما هو لسه ما بيتش، لو اكل هاكل الفيل بعد كده هاخد الحصان. راح هو لاعب نايت F6. نايت F6 هنا كانت نقلة غير دقيقة، بيست موف هنا المفروض ياكل وانا اكسر الفيلين بعد كده اخد القطعة، او حتى لو ما كسرتش الفيلين ممكن اخد القطعة وابقى ضغط بتيمبو على اللي بيدا اللي في G7. يعني ثانية نشوف مثلا بيست موف هنا. انا لو اكلت ده ضغط هنا فهو ممكن ياكل، فانا ساعتها هاكل بالحصان وهيبقى عندي ضغط هنا فهو ممكن يعمل لي البيشوب هنا او الحصان. لكن في الماتش حصل اللي هو لعب لي نايت F6، ورحت ردت عليها بنقرة برضو غير دقيقة وهي بيشوب G5. بيشوب G5 المفروض بيست موف اللي انا اكل هنا، وهو ممكن ياكل بالفيل وبعد كده اروح انا واكل فيل في فيل وهو ياكل بالبيضة. لكن هنا بدل ما لعبت بيشوب G5 راح هو كسر الحصانين في بعض، وانا رحت مكسر الفيلين في بعض وبعد كده رحت واخد الحصان. راح بعد كده هو بيت قصير. لغاية دلوقتي الدور مشي كويس، يعني غالبا معيش غير سلايد بس. رحت انا دافع البيدق E5 بيست موف على الانجن. طبعا طالب الحصان لو اكل ممكن اكسر الوزيرين وبعد كده اخد الفيل، اخدت قطعة. فهو راح لعب C5. هنا كانت نقلة ميستيك، المفروض احسن نقلة اللي هو يرجع بالحصان يقول لي تعالى كسر الفيلين، عشان لو كسرت الفيلين ياكل بالوزير، ولو كسرت بيدق في بيدق ياكل بالحصان او ياكل بالوزير. رحت انا لاعب ضيعت فرصة ولعبت كوين D1. بيست موف هنا المفروض كوين دي 3 دي بيست موف، لكن انا لعبت كوين D1. راح هو راجع بالنايت في الاي 8، بيقول لي تعالى كسر الفيلين. رحت مكسر فيل في فيل، حو اكل بالوزير، رحت واكل بيدق في بيدق، اكل بالوزير، رحت ناطط بالنايت في البي 5. بعد كده راح هو لعب كوين C6. دي كانت نقلة كويسة، بيست موف هنا كانت كوين F6. رحت دافع A4، بحمي الحصان. راح بعد كده هو لاعب لي A6، بيقول لي مشي حصان ده من هنا، رحت راجع تاني نايت C3. بعد نايت C3 راح هو طور الحصان بتاعه، لعب نايت C7 بيطور الحصان. رحت انا لاعب روك E1، حطيت القلعة على العمود. راح هو جه طور القلعة بتاعته بتيمبو على الوزير في الدي 8.
رحت انا رايح بالوزير في جي 4 بيست موف على الانجن. راح بعد كده هو جاي طالبني تاني بالروك في الدي 4. بعد نهاية الدي 4 كنت قعدت افكر اروح فين، فقلت ارجع. طلعت بيست موف فعلا على الانجن، ارجع كوين جي 3. بعد كوين جي 3 راح هو جاي بالنايت على الاي 6. عايز يصور الحصان بتاعه، ممكن لو وسع القلعة يحط النايت بدلها. رحت انا جاي اتحدى الروك بتاعته، لعبت روك دي 1. راح لعب لي بي 5، ودي كانت نقلة غير دقيقة. ليه كانت نقلة غير دقيقة؟ علشان بيست موف هنا كانت بي 6 بس، مش بي 5. وبعد كده مثلا لو انا لعبت روك دي 3، هو بشوف بقى ممكن هو يكسر او يجي بالرخ التانية ضغط على العمود، ضغط على العمود ده. لكن في الماتش حصل لعب بي 5، رحت واكل بيدا في بيدا بيست موف. راح هو واكل بالبيدا، ورحت انا لاعب بلندر وهي روك تيكس دي 4. روك تيكس دي 4 كانت بلندر، وبيست موف كانت اللي هي نايت اي 2. ليه نايت اي 2؟ عشان كنت انا طالب الرخ وطالب اللي هو كسر القلعتين في بعض، هو اللي يكسر. هو بقى ضيع النقلة اللي هو أكل بالحصان، ضغط على البيدق. بيست موف هنا بدل ما ياكل بالحصان كان ياكل بالبيدق، ضغط على النايت. وانا لو حركت النايت مثلا، حركت النايت هنا، فهو عنده بيدق ياخده تحت وضغط على البيدق التاني. فانا ممكن لو لعبت اف 4 هو يلعب لي اف 5 وهي عايز الحصان. والحصان ما قدامهوش غير المربع ده، احسن نقلة وضغط على الحصان ده. يعني هو في شوية توقيتات بقى في الموقف ده. لكن أنا كسرت قلعة في قلعة. راح أكل بالحصان، رحت لعب كوين جي 3. كوين جي 3 فكرتها اللي أنا حامل بيدق، ولو النايت مشى هاكل البيدق اللي في البي 5 بتاعه. راح هو لاعب لي بي 4، بيقول لي هات الحصان. رحت أنا راجع بالنايت على الاي 2، بقول له هات الحصان بتاعك، عايز اكسر حصان في حصان ياكل واخد بدق. ومقابل اللي هو هياخد البدق اللي تحت، وانا راح واخد وراه البيدق اللي في البي 4. راح هو مطور القلعة بتاعته في جي 8. رحت ساعتها رحت كسرت حصان في حصان، ودي بيست موف. هنا عمل بلندر وهي اكل بالروك. عايزك هنا تجيب الاونلي موف في الاونلي موف في الموقف ده، اللي تخليك تكسب تكسب المباراة يا تكسب قلعة. هديك 5 ثواني. النقلة هي اللي لعبتها في الجيم هي كوين اي 6. كوين اي 6 ممكن تتحسب اللي هي بريليانت، او لكن هو الانجح حسبها نقلة رائعة. هنا طبعا لو هو اكل وزير في وزير عندي مات فوق، ولو هو ما كانش وزير في وزير مش هينفع يرجع هنا عشان القلعة، ومش هينفع يرجع هنا عشان الوزير، ومش هينفع يرجع هنا برضه عشان الوزير. فليه عنده بس اونلي موف في الموقف ده، وهو يربط القلعة بتاعتي بحيث لو انا كلت هو يديني مات. و ولو انا اكلت هو برضو مش هينفع ياكل، عشان لو اكل هياخد مات في الدي 8. قول لي موف هنا برضو اللي هو يلعب كوين اي 8، وطبعا الجيم يعني شبه انتهى، معايا قلعة زيادة. وساعتها هروح انا العب كوين بي 6 ونكمل الدور على كده. لكن هو في الجيم اكل، ودي كانت نقلة ميستيك، وما لعبش الاونلي موف، ورحت انا مديله تشيك ميت. بصراحة كانت جيم حلو، واحسن نقلة فيه اللي هي بتاع كوين اي 6. دي كانت يا اما تكسب روك يا اما تكسب الجيم اجباري. وجيم كان حلو بدقة 91.3. وبس عملت بلندر واحد اللي هي اما كسرت قلعة في قلعة. بس هو ما خدش باله من العقاب بتاعها واكل بالنايت.
والتصنيف كان 2300. و كده يبقى انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.